عمرك مرت عليك أيام كل اللي نفسك فيه إنك تفضل نايم على السرير وما تعملش أي حاجة خالص؟ عايز تبقى كسلان شوية وما تفكرش في أي مسؤوليات؟ كلنا بيعدي علينا أيام كده وده طبيعي. طبيعي نحس بالكسل وقلة الحماس من وقت للتاني. بس المشكلة إننا عايشين في مجتمع ضغطه عالي جدا، كله جري ورا النجاح والفلوس، فبقينا نحس بالذنب لو وقفنا شوية أو ما كناش بنعمل حاجة مفيدة. لما تشتغل على نفسك زيادة عن اللزوم وتعيش تحت ضغط مستمر، ده بيأثر على صحتك النفسية والمزاجية. بس ماذا لو الموضوع أكبر من مجرد إرهاق؟ ماذا لو الكسل ده مش كسل عادي؟ دي 6 علامات للاكتئاب بتكون أكتر من مجرد كسل. أول حاجة، مش عارف تطلع نفسك من الحالة دي. الكسل العادي بيجي غالباً من الضغط أو الشغل الكتير، وبيتحل بحاجات بسيطة زي تنظيم يومك أو تحفيز نفسك. لكن الاكتئاب مش بإيدك ومش حاجة تقدر تفوق منها بكلمتين. الاكتئاب مرض نفسي محتاج مختص وأحياناً أدوية، وممكن يرجع تاني في فترات مختلفة من حياتك. 2. مش عارف تفرح نفسك. حاسس بحزن أو وحدة أو يأس من غير سبب؟ حاسس إنك تعبان على طول ومفيش طاقة؟ وتلاقي ولا نوم ولا أكل بتحبه ولا خروجات ولا حتى قعدة مع أصحابك بتفرق معاك. وقت الاكتئاب حتى الحاجات اللي كنت بتحبها مش بتحسسك أحسن. 3. فقدت اهتمامك بكل حاجة. من علامات الاكتئاب الأساسية إنك ما تحسش بمتعة في أي حاجة. لو بقيت مش مهتم بالشغل ولا الدراسة ولا هواياتك ولا أي حاجة، فدي علامة إن نفسيتك تعبانة فعلا. تفضل قاعد في البيت أو نايم على السرير ومش فارق معاك أي حاجة. 4. حياتك بقت متلخبطة. حاسس إن الكسل مسيطر عليك؟ مأثر على شغلك أو دراستك أو علاقاتك؟ لو ده ممكن يكون اكتئاب. لما الحالة دي تعطل حياتك اليومية وتحس إنها واقفة قصادك دايماً، يبقى لازم تلجأ لمختص نفسي. 5. مفيش سبب واضح للي حاسس بيه. الكسل العادي ليه أسباب: تأجيل، قلة ثقة، ملل أو قلة دافع. بس الاكتئاب مش دايماً ليه سبب واضح. ممكن تحس فجأة بحزن وتعب وقلة طاقة من غير ما تفهم ليه. 6. ده مش اختيارك. أهم فرق بين الكسل والاكتئاب إن الكسل ممكن يتغير، لكن الاكتئاب لأ. لو تعبان أو مكسل ممكن ترتاح أو تحاول تحفز نفسك، بس الاكتئاب مش مجرد مزاج وحش. اللي عنده اكتئاب مش مختار كده، وغالباً بيحس بالذنب والعجز والخجل. ولا حد بيعمل كده عشان يلفت الانتباه. المرض النفسي أعمق من كده بكتير. هل حسيت إن في علامات منهم شبهك؟ لو أنت أو حد تعرفه بيعاني من اكتئاب شديد، ما تترددش تطلب مساعدة مختص نفسي. لو الفيديو ده فادك، اعمل له شير، يمكن يساعد حد غيرك.